السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله، وكل ما كتمناو يا ربي. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غندير معكم واحد الطبق اللي هو زوين بزاف واقتصادي وسهل، كنتمنى يعجبكم. انا راني بديت وكنهضر معكم في نفس الوقت باش ما نطولش الفيديو. كما كتشوفوا معايا انا راني كنقطع البصله، عندي البصله، الفلفله الالوان الخضراء والحمراء، واحد 3 البصيلات يكونوا متوسطين شويه ماشي كبار، والفلفله الخضراء، وتقريبا عندي شي نص كيلو ديال الفلفله خضراء، وعندي فلفله وحده حمراء. كما كتشوفوا البصله انا قطعتها هكايا طريفات، جبت واحد الكاسرونه وندير فيها هذيك البصيله، دابا غادي نقطع حتى البصله، قطعت الاولى دابا نزيد عاوتاني هذه حتى هي نقطعها حتى نكمل نفس التقطيع. جربوا هذا الطبق راه هو زوين واقتصادي ولذيذ، هكا العشاء او غدا خفيف وصحي ولذيذ بزاف بزاف بزاف. غير جربوه راه زوين، الا درتوه مره غتبقاو دائما تبقاو ديروه. وغندير هذيك البصيله حتى هي نفس ديك الكاسرونه، خليها الطريف تا هو غنقطعو. عندي هاد الطريف ديال الدجاج غسدر، غادي نقطعو دابا الطريفات، كل واحد على حسب القياس ديالو. انا درت هاد الطريف هذا، غادي نقطعو الطريفات صغار. الطبق كيجي زوين ولذيذ، واقتصادي، يعني ما فيش بزاف ديال المقادير والمكونات، يعني سهل. نقطعوه طريفات صغار باش يطيب لنا دغيا. وانتوما ديروا القياس ديالكم. دابا غادي نحط هذا الدجاج على هذيك البصيله اللي قطعت،
غندير المعدنوس معلقة كبيرة، نزيد معلقة شوية، نزيد شوية ما معمراش، مكترنا كيجي زوين. ندير الزعتر كبر معلقة صغيرة، كيعطيها الزعتر واحد النسمة زوينة بزاف. ندير معلقة صغيرة ديال سكينجبير، واحد شوية ديال السودانية الحارة، شوية على حسب الذوق، الا ما كتبغيوهاش لا ما ديروها، شوية ديال الابزار، شوية الكمون، والزيت، نكترو شوية ديال الزيت، شوية ماشي بزاف، تقريبا 4 كاس، والملحة على حسب الذوق. نديرو التوابل كاملة العطرية كلها نديروها، جربوا الطبق راه زوين بزاف ولذيذ. خلط مزيان هذوك العطرية مع ديك البصيلة وهذاك الدجاج، الصدر ديال الدجاج اللي قطعت هذاك الطريف، ونخلطو مزيان مزيان. ونديها تشحر، مع التحريك راه دغيا كتوجد، ما كتقبضش الوقت. غنخلي الدجاج مع البصلة حتى يدخلوا ليا الطياب مزيان، يدخلوا الطياب مزيان مزيان. غادي نغطيه ونخليه حتى يطيب ليا الدجاج. دابا غادي ندوز نقطع الفلفله، ندير الفلفله خضراء انا غسلتها ونقيتها وحيت لها ديك الزريعه، ونقطعها هكايا على شكل دوائر. كما كتعرفوا الفلفله راه غنيه بالفيتامينات، زوينه. ودابا غادي نحطها في هذاك البانيو ونقطع عاوتاني الثانيه، تقريبا نص كيلو ديال الفلفل مع ديك الفلفله وحده حمراء. ما متوفراش الحمراء ديروا غير الخضراء حتى هي كتجي زوينه. انا عندي هذيك الحمراء ودرتها حتى هي. فين حطيتها هي مع الفرا اللي قطعت، نقطع ثاني هذيك الحمراء. صافي ونحطها حتى هي. جربوا الطبق راه زوين. وبقات لي هذيك الوحيده حتى هي نقطعها.
صافي انا كملت قطع دابا ديال الفلفله على هذا الشكل دوائر. عندي هنايا مطيشه محكوكه، جوج مطيشات متوسطين محكوكين محيده لهم الزريعه. صافي دابا غادي بعد ما تشحل ليا هذاك الدجاج وطاب مع البصيله، دابا زدت الفلفله اللي قطعت زدتها معاهم، نحرك مزيان ونخليهم يطيبوا حتى الفلفله طاب ليا. نخلطو مزيان مزيان ونخليوها طيب حتى طيب لنا الفلفله مع داك الدجاج والبصيله، ونغطيوها ونخليوها طيب على خاطرها. هي طابت لينا الفلفله، شو كي ولات طابت مع داك الدجاج والبصيله ودوك العطريه. دابا غادي نزيد هذيك المطيشه محكوكه، جوج مطيشات متوسطين محكوكين. انا ما كندير لا ما لا والو، يقللوا عليها البوطه باش ما تنشفش وتحرق. راه كتجي زوينه. نخلطو دابا مزيان. ديك المطيشه راه حتى هي غادي تعطينا ديك المريقه. صافي ونخليوها طيب. اذا خوت هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الوجبه، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها، غير جربوها راها زوينه بزاف 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 بزاف. كنتمنى يعجبكم هاد الطبق وتجربوه.